ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمله اكله ايه كل الناس بتحبها. هنعمله كشري مصري. معايا رز غسلته ونقعاه، وطماطم للصلصه، وخل، وبصل قطعته جوليان كده، ومعايا توم وقرن فلفل، والمكرونه اللي هي الصغننه دي، ومكرونه سباكيتي، ومعايا شعريه. طبعا الكميه حسب ما انت عايزه، يعني حسب ما انت محتاجه ايه. ومعايا عدس بجبه على النار، تعالوا اوريلكم على البوتاجاز. اهو بصوا يا حبايبي، العدس انا غسلته وحطيته يتسلق. انا عايزاه يعني مسلوق سلقه كامله يعني، بس مش مهري، يعني مستوي مظبوط. بس هسيبه يكمل سلقه. طبعا بعد ما اسلقه هسلق المكرونه. هنا حطيت حبه زيت في الحله دي عشان ايه؟ احمر البصل. هنزل بقى بالبصله. بس يعني مستنيه بس الزيت يسخن شويه كمان. اكله حرشه وهتعجبكم ان شاء الله، وكل الولاد كلها بتحبها، الكشري المصري ده. طبعا الكميات زي ما انت عايزه. اهو بص سخن، وهنزل بقى بقيه البصل. خلي بالكم مش البصل ده مش كتير، يعني هو بيتهيألك ان هو كتير، بس هو مش كتير. هيخس دلوقتي وهيعجبكم ان شاء الله. هحمره بقى خالص اهو. هسيبه لما يتحمر خالص. فباكل الحله دي انا اللي هعمل فيها الكشري كله، اللي انا بحمر فيها البصله دي. هسيبه بقى يتحمر شويه كده وارجع لكم. هبصوا يا حبايبي البصل بعد ما دخل في اللون الحلو ده، يعني احنا لسه طبعا شويه. اهو بصوا دخل في اللون ده كده، هروح نازله عليه بقى بايه اللي هيخليه يبقى مقرمش وجميل معاكي. اهو هنزل بقى عليه بمعلقه خل. خل الابيض بتاعنا العادي ده بس. معلقه الخل دي هتخليه يبقى مقرمش وجميل، ولازم في المرحله دي مش من الاول خالص. اقلب بقى فيه شويه. بصوا انا اهو العدس اتسلق وحطيته في مصفى، شطفته يعني وحطيته في مصفى، وحطيت هنا ميه اهي في نفس الحله للمكرونه عشان اسلق ايه المكرونه. يعني مش هتعملي مواعين كتير ولا حاجه طبعا. وبرده هسلق المكرونه، وبعد ما اصفيها هعمل الصلصه في نفس الحله. هوصل بقى لدرجه اللون اللي انا عايزاها، وبعد كده اوريها لكم. اهو بصوا يا حبيبي، الميه غلت وحطيت عليها حبه ملح. هحط بقى المكرونه. هنزل بقى بالمكرونه تتسلق اهو. سلق بقى المكرونه. وبصوا البصله هنا اهي، خدت اللون اللي انا عايزاه اهي، جميله بقت جميله. بصوا مقرمشه وحلوه اهي. بصوا هتعجبكم ان شاء الله. فيكي برضو ان انت ايه تحمريها زي البطاطس بالظبط، يعني تحطي زيت غزير وتنزلي بالبصله تحمريها خالص، اكنك بتحمري بطاطس وتنشريها زي ما انت عايزه، الطريقه اللي تريحك. اهو بص هشيلها بقى اهي في طبق، وبعد كده هنكمل بقى ايه ان شاء الله مع بعض. هشيلها وارجع لكم. بصوا يا حبايبي، مكان شلت البصلايه، وهنا مكان البصله اهو، مكان زيت تحمير البصله. حطيت بس معلقتين زيت كمان، وهنزل بالشعريه. احمر بقى الشعريه كويس. وهنا احط معلقه زيت من اللي هي مكان البصله اهي هنا. وهنزل برضو بايه بفصين توم، يعني كم فص توم كده، وحته فلفل اخضر. واقلبها بقى ايه لحد ما تاخد لون ذهبي كده برضو. ودي برضو في الشعريه. فبصوا يا حبايبي، هنزل بس الحله دي هنا كده على النار الاعلى، وهطفي بقى على النار الواطيه دي اهو.
الشعريه اهي شغاله معانا والثوم برده شغال اهو. انا عايزه اديله لون ذهبي ولسه ما خدش اي لون. اخدت معلقه زيت، حبه زيت من اللي هي ايه مكان البصله، مكان ما حمرت البصله كده تدي للصلصه طعم حلو، خلي بالكم. وبرده الزيت مكان البصله اللي هعمل اكمل الرز بتاع الكشري. هحمر بقى في الشعريه دي كويس. التومه برده اهي خلاص اهي. هنزل على التومه ايه بحبه خل. بعد كده هنزل بالطماطم اهي، وهسيبها بقى ايه تتسبك على مهلها. ويجي برضو في الشعريه بقى عشان الشعريه ايه ما بتاخدش وقت، عشان ما تسويش عنها وتتلهف منكم، ما بتاخدش وقت خالص. وطبعا المكرونه اتسلقت وصفيتها، انا قلت لكم هنعمل كل حاجه في حله واحده عشان ما نعملش مواعين كتير يعني. هنزل بقى عليها بايه، بملح، على الصلصه ملح، سكر عشان بس نعادل حبوب الطماطم كده، فلفل اسود، بس كده. مش هحط لها حاجه تانية، هسيبها بقى تتسبك على راحتها. حطيها بقى وسيبها تتسبك. انا بقى معايا الشعريه اهي لسه ما احمرتش، انا معاها يعني على مهلها لما تتحمر على راحتها. وحطيت قطعه زبده فلاحي بس التليفون فصل وانا بحطها، معلش بقى. يعني قطعه زبده فلاحي كده تديله طعم حلو، مش عايزه تحطي ما تحطيش، هو اصلا اعتماده كله على الزيت يعني، بس احنا يعني طعم الاكل وخلاص. يعني معلقه كده بتخلي طعم الاكل حلو. زبده فلاحي اللي هي الفلاحي بتاعتنا البيضه دي. عايزه بقى ادي الشعريه لون حلو كده. كنت غاسله الرز ونقعاه. انا بحب انقع الرز شويه على فكره قبل ما استخدمه يعني، بس كل واحد حسب طريقته يعني، كل واحد والطريقه اللي هو بايه بيستخدمها. انا بحب اغسل الرز واستخدمه كده يعني مغسول ومنقوع. عمتي الله يرحمها هي اللي معلماني الطريقه دي. قالت لي الرز عايزاه يبقى جميل، يبقى حلو جدا على فكره، تغسليه كويس وتنقعيه. الله يرحمها بقى وادعوا لها بالراحه، الله يرحمها ويسامحها، فهي اللي قايله لي على الطريقه دي. هنزل بقى بالرز، هنزل بقى بالرز يا حبايبي اهو مرت كده. الرز لما بيتغسل ويتنقع خلي بالكم ما بياخدش وقت في السوا. انت مثلا لو متاخره على الاكل ولا حاجه، على ما تعملي اي حاجه تانية اغسلي رزك ونقعيه شويه، بس اهم حاجه ان انت تكوني مغطيه كويس بالميه، يعني ايه يكون متغطي كويس بالميه. اشوح بقى الرز مع الشعريه كويس كده. اغلفه بقى بالزيت بالزبده بكل الماده الدهنيه اللي انا حطاها دي.
اسيبه ايه يتشوح شويه كده ايه، وبعد كده انزل بالميه، ميه مغليه. خلي بالكوا بصوا الخطوات اللي احنا بنعملها دي مهمه، بتخلي الرز حتى الرز العادي برضه يبقى مفلفل معاكي ومفرفر، ما تقلقيش منه. انت حتى لو عملتي الحركه دي نزلتي بميه ساقعه عادي من الحنفيه بقى هيبقى حلو برضه، بس هي يعني لما تبقى ميه مغليه بيبقى احسن برضه. بصوا هشوحه بقى كويس كده حبه كده وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. اهو يا حبيبي بصوا شوحته كويس، هنزل بقى بالملح، احط الرز بتاعي، وهنزل كمان ايه يعني سنة فلفل اسود كده، سنة بسيطة، وهديله برضو تقليبة كده ايه مع الملح والفلفل. الصلصة اهي بصوا بتغلي، أكلة حرشة وهتعجبكم إن شاء الله وسهلة وبسيطة. على فكرة ممكن برضو لو عايزة تعمليه كله في حلة واحدة، أنا هعمله دلوقتي معاكم برضو هوريكم، يعني مش هيبقى حلل كتير ولا حاجة. طبعا احنا سلقنا مع بعض العدس وسلقنا مع بعض المكرونة. ممكن برضو لو انت عايزة تحمري المكرونة مع الشعرية من الأول عادي زي ما انت عايزة، بس الطريقة اللي أنا عملتها دي أحسن طريقة يعني. دي أحسن، أنا جربت كذا طريقة ودي أحسن طريقة، أنا بقول لكم على أحسن طريقة يعني تجربة كذا مرة. هنزل بقى بالمية، سوى الرز بتاعي العادي، طبعا المكرونه مسلوقه والعدس مسلوق وكله مسلوق. هنزل بقى بميه الرز العادي بتاعي خالص اهو. انتي برضو مش بالنظر عبري انتي ميتك، يعني كوبايه قصاد كوبايه عشان ايه يطلع مظبوط معاكي ان شاء الله. اهو هنسيبه بقى ايه يا حبايبي يستوي، وبعد ما يستوي ويتشرب هوريه لكم ونشوف اهو، ونشوف بقى هنعمل تاني ايه مع بعض يا حبايبي. بصوا الكشري الرز مع الشعريه، بصوا وفرفر وجميل اهو. بصوا بجيب حاجه امسك بيها. بصوا الرز هعمل ايه بقى، بصوا يتبدر بالحبايه اهو، هيعجبكم ان شاء الله لما تجربوه. بصوا اهو. هنزل بقى بايه معايا هنا، طبعا المكرونه اللي هي الاسباجيتي والمكرونه الصغيره دي والعدس، احنا طبعا سلقينه كويس وشطفته كمان. هنزل بقى بايه المكرونه والعدس على الرز كله في حله واحده كده اهو. بصي بقى انت لو انت مش عايزه تحطي على بعضه عادي، هتعملي تسلقي العدس لوحده، وبرده بمعلقه بعد ما تسلقيه كويس بمعلقه زيت اللي هي زيت البصل ده، وهتقلبيه تقليبه كده اهو. بصوا يا حبايبي بقلب بقى فيه كويس كده، هقلب كله بقى في بعضه، المكرونه مع العدس مع الرز. هسيبه بقى ايه شويه كده واغطيه عليه شمعه خالص، حاجه بسيطه خالص بس يسخنوا مع بعض. طبعا المكرونه كانت ساقعه والعدس هياخدوا بس السخونيه خلاص، وعشان الرز كان سخن طبعا. 5 دقايق بس وهطفي عليه واوريه لكم برضه. هغطي عليه واسيبه بقى يسخن بس شويه مع بعضه. بصوا الصلصه اهي برضو جميله جدا. لو انت عايزه بقى تعملي اللي هي الدقه اللي هي البيضه دي، اللي هي فصين توم وحبه خل وميه، بس انا ولادي ما بيحبهاش عشان كده ما عملتهاش. وبرضو الحمص اللي هو الشام ده لو انت بتحبيه على الكشري هتجيبيه تغسليه كويس، تنقيه الاول وتغسليه وتنقعيه شويه وبعد كده تسلقيه لوحده. برضو ايه وعايزه تضيفيه على بعضه زي ما احنا عملنا كده هتضيفيه. انما انا عشان ولادي ما بيحبوهوش برضو فما ما استخدمتهوش يعني. بس انت لو عايزه تعمليه تعملي بنفس الطريقه كده. بس خلاص الصلصه خلاص سبكت اهي. لو عايزه بقى طبعا احنا مش عاملينها حاميه لسه، لو انت عايزه بقى تخليها هوريكم برضو، هعمل حبه حامي وحبه بارد لما نيجي نقدمها. بس 5 دقايق هسيبه، بس 5 دقايق وارجع لكم اهو. بصوا حبايبي الكشري زي ما قلت لكم سبته 5 دقايق يسخن مع بعضه. بصوا مفرفر ومفلفل، بصوا اتبدر بالحبايه كله اهو. هنغرفه بقى، وادي الصلصه سخنتها برضو اهي
خلاص خلصت. هغرف بقى ايه الصلصه. بصوا حطيت هنا حبه شطه، حبه شطه صغيرين كده، ايه اللي عايز حامي عايزه تزودي زودي حبه بس كده. هعمل حبه صلصه حاميه وحبه تانيين ايه، والباقي بقى بارد يعني، بس ايه عشان واحد بس اللي هياكل حامي يعني. ماشي، وهغرف بقى وارجع لكم. اهو يا حبايبي بقى خلصنا الكشري. بصوا البصله، بصوا مقرمشه وجميله ازاي. بصوا هتعجبكم معلقه الخل اللي احنا حاطينها لها. بصوا مخليها مقرمشه ازاي. بصوا اهي، هتعجبكم جدا لما تجربوها ان شاء الله. وما عملناش يعني زيت كتير ولا حاجه. وهنا قدمت بقى، حطيت صلصه تحت، غرفت الطبق الكشري، الرز مع العدس مع المكرونه كله على بعض طبعا زي احنا ما عملناه. وغرفت بقى وحطيت صلصه تحت، وبعد كده البصل. وده برضو غرفته ايه لوحده كده من غير بصل. اللي عايز بقى يحط صلصه زي ما هو عايز بقى يحط يعمل الطبق بتاعه زي ما هو عايز. هغرف بقى ايه يعني التقديم ده زي ما انت عايزه تقدميه. ودي الصلصه اللي انا حطيت عليها شطه، ودي صلصة اللي هي العادية الباردة خالص من غير شطة. وحمرت بطاطس وفلفل جنبها، وأكلة حرشة. اتفضلوا معانا يا حبايبي. بس لو عجبكم بقى الفيديو اشتركوا في القناة واعملوا لنا لايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واكتبوا لنا كومنت حلو كده منكم، كلامكم والله بيفرحني. بس كده يا حبايبي، مع السلامة.